سلام الله عليكم. هذا سميتو عمو، ربي اللي عالم بهمو. شيباني عايش هو والشيبانيه في الدار، ومره كيضربوا الطريق لواحد السيبار باش كيهضروا مع شي ولدهم في ميريكان. وهاد ولدهم مسخوط الوالدين، ما كيمركش، كيهضر معاهم وكيتنفخ ولامهم علاش معيطين في هاد الوقت معطل، حيت هو عنده الليل في هاد اللحظه وكيهضر معاهم وكيقمع فيهم وباغي غير امتى يقطع المكالمه. وواحد اللحظه وهو يدوز ليهم مرته حتى هي كتنفخ وقالت لي واش بنت لك مساليه الهضره، والوالدين مساكن كيتعاملوا معاه بحنان. و6 سنين دابا باش ما شافهمش، ورغم ذلك باقي كيقول لهم ما عنديش الوقت فاش كيسولوه امتى غادي يجي. سالا وقطع المكالمه في وجههم. المهم خونا ديال التصرفيق سالاو الهضره وخرجوا هازين الدقه مساكن في قلبهم وراجعين للدار، والشيباني كيغضب على ولده، والشيبانيه مسكينه كتحاول تصلح العلاقه وكتخلق لولدها الكدار في الاعذار. وعمو كيزيد السويع للوليدات حيت كان معلم، وهاد البنيه بنت الجيران كيتعاملوا معاها بحال بنتهم ومهلين فيها. وهذه هي حياة الشيباني والشيبانية، عايشين كياكلوا القوت وكيتسناو الموت. الصباح تقادا ليهم القمح غادي يجيبوا، خاصو يدوز للبنك باش يجبد باش يخلص. تلاقى مع واحد المسلسع كيسكن حداهم، قال ليه يلا نوصلك ولصقوا، وهو في الحقيقة بغاه يشد ليه غير الكراطن. غاديين وكيقول ليه انا باغي نمشي لميريكان بحال ولدك، وكيحلم عليه. وصل فين باغي هو، وهو يقول للعميم سير للبنك ما بقى لا والو على رجلك. وصدق ضارب معاه بريكول فابور، ومسكين عمو ما قدو همو زادوه حمو. مشى ياخد جدريال اللي كتجيه في الشهر ديال التقاعد، هادي تا هي كاينه في شحال من بلاد، وهو يلقاهم قاطعين ليه بزاف من شي خلاص ديال شي كريدي واخدو، ونوع الكريدي لي زانتاغي ديالو يعني الفائده ماشي ثابته، كل مره كيقطعوا ثمن، وهاد المره قطعوا بزاف. وهاد الكريدي سبابو فيه ولده حيت كان باغي يمشي للميريكان وكانت خاصه 2 مليون روبيه ونص، وهما على الله ان شاء الله زعما ما عندهمش. وهو يلتجأ للبنك وخدا كريدي باش صيفطو. المهم كمد البركه اللي بقات ليه من الشهريه، وقصد الطاحونه، خدا 3 كيلو ديال القمح ورجع لعند الشيبانيه للدار. واحد اللحظه دق عليهم واحد الميخي، هو وواحد خيتي، دخل صحه وريحوه، حط الشراب والماكله فوق الطبله، والشيباني والشيبانيه كيشوفوه ما قادرينش يهضروا، خدا طبسيل وكاس وبدا كياكل ويشرب. واحد اللحظه مشى الشيباني جاب ليه شي فلوس عطاهم ليه، حسبهم قال ليه ناقصين. الشيباني قال ليه الشهر الجاي نكمل لك. ناض كيصاحبو غادي يمشي، وهو يقصد بيت النعاس ديال الشيباني هو واللي معاه، وسد عليهم. والشيباني والشيبانيه برا مدمرين من بعد ما شافوا المنظر. وميخي سالا وهو يخرج هو وخيتي اللي معاه، وملي كان غادي قال ليه ما تنساش تكمل لي الزياده اللي خاصه هاد الشهر، حيت هو واخد من عنده كريدي، حيت هاد ميخي مخلويض عندهم في القريه وكيسلف الناس بالزياده. والشيباني ملي مشى ياخد الكريدي من البنك ما عطاوهش كلشي، وبقى كيدور كيتسلف باش يكمل لولدو الفلوس باش يمشي، ولدابا باقي معذب كيخلص في الكريديات. وهذا الشيء كامل ما قرش في الكيدار ديال ولدو. والميخي جا للبلاصه فين كيخوفش، وهو يلقى الخدامه مجمعين فرتكهم، ودخل لقى واحد الضابط كيتسناه باش ياخد من عنده الرشوه، حيت مخلينه كيمنشر في عباد الله وكيدير جميع انواع الجرائم. والشيباني في الدار كيمسد للشيبانيه ركيباتها، صون التليفون، ولدو عيط مع جاوب مع قال لي لقيتك معيط عليا اشنو بغيتي، حيت الام مسكينه صونات باش يعيط ويصاحبو الاب هو اللي معيط كيف ما كدير اي ام في العالم. وهو يقول لي اش بغيتي صافي غدا نصيفط لك 5000 روبيه، وقطع عليه في وجهه. وباه اصلا ما طامعش فيه واخا غارق بسبابه، واصلا هاد 5000 روبيه اللي قال بحال اللي قلتو 5000 ريال في المغرب ما تعمرش البسطام. الغد غادي باش يجبد ال 5000، شافوا الميخي من الطوموبيل غادي يتيري مع خداهم، خرج كيحسب فيهم دارهم في جيبو، وهو وقف عليه وحيدهم ليه حيت مازال كيتسالوا الفلوس. والشيباني مسكين مغلوب على امره ما قادر يدير والو، وخلى لي 500 روبيه، قال لي الخلاص ديال داك النهار استعملت لك بيت النعاس ديالك. ورجع لطوموبيلته ما بغاتش ديماري، وهو عيط عليه وقال ليه دفع الطوموبيل ولا نهبط نسلخك. والشيباني مسكين قليل صحه ودافع به الطوموبيل. وواحد اللحظه وقف عليهم الضابط، شاف المنظر وهو يوبخ ميخي، وهز الشيباني ووصلوا فين غادي، وقال ليه الا بقات عدى عليك قولها ليا، ومشى في حاله. الشيباني وهو يدخل لواحد الباتيسري باغي يشري شي حلوه، واللي حط عليها يدو كتجيه غاليه على الفلوس اللي عنده. بقى كيساوم تلقى واحد الوحده صغيره على قد شحال عنده، وطلبوا يكتب ليه فيها سميه، وداها للدار واحتفلوا بعيد ميلاد ديال البنيه جارتهم، وفرحوا بها واخا ربي اللي عالم بهم، وكيتمناو كون كانت بنتهم. والميخي دار شي لافوت وغضب عليه البوس ديالو، ورطو في شي فلوس خلصها، وقال ليه باش يرد ليه باش خلص ولا يجري عليه. الميخي ما لقى منين يجيب الفلوس، قصد دار الشيباني وهو واحد الشاري باغي يبيع ليه دار الشيباني فوق دارو،
والشيباني مسكين غا كيشوف، وجلس كيهدد فيه باش يخوي الدار يبيعها وياخذ اش كيتسال بالفائده اللي كيتسال، وإلا شاطت شي حاجه يدور معاه. الشيباني قال البنيه تمشي في حالها كانت كتحفظ الميخي وهو يبقى يشوف في البنيه، تمات خارجه وهو يعيط عليها ودور معاها، والشيباني ما حاملش المنظر ولكن ما قادرش يهضر. سالا خرج في حالاته الشيباني وهو يطيح الدموع بالقهر. الغد في الصباح مشى لعند الضابط باش يديكلاري كيف قال ليه، مع دخل وهو يلقى الميخي في البيرو عنده. دار شافو وهو يقول ليه جاي تشكي بيا، انا غنوريك، وتحلف عليه قدام الضابط وخرج مشى في حاله. الشيباني ريح يعاود للضابط باللي مسلف من عنده فلوس وها اش دار واش دار. الضابط وهو يدوي معاه بلغه اخرى، قال لي بغيتيني نخلي الجرائم ونقابل الكريدي ديالك انت. الشيباني وهو يحضر الراس بقى في الضابط وهو يقول ليه انا غندوي معاه يصبر عليك شويه. بالليل الشيباني مريح مهموم كيتصنت للهموم وهو يدخل عليه الميخي ضربه بتصرفيقه وبقى كيهدد فيه، ونوضو يجيب ليه كاس وجبد القرعه وجلسو حداه وبدا كيهدد فيه باش يسمح في الدار. وواحد اللحظه وهو يقول ليه غادي نقص لك واحد القدر ديال الفلوس ولكن بشرط تجيب لي البنيه. كيدوي على جارتهم اللي كتحفظ عندهم زعما باش يتعدى عليها، وقال لي بالزربه قبل ما تجي الشيبانيه حيت مشات لشي صلاه في شي معبد ونوضو صحة باش يجيبها. وملي كان غادي قال لي اجي رجع بعدا جيب لي شي حاجه ناكلها عاد سير. وهو يرجع باش يجيب ليه، واي واحد كيشوف في هاد اللقطات غادي يقول كون غا الشيباني دار شي حركه. داكشي اللي دار نيت. رجع لعندو وهو يدق ليه موس في عنقه وصفاها ليه وطفى الضو. من بعد جات مرتو شعلات الضو، شافت المنظر وهي تصدم. ناض عندها الشيباني دخلها ورجع هو سد الباب وجاب الماتيريال وشرب من الشراب باش يترفع، وبدا كيقرد في الجثه ديال خونا ودارها في خناشي وغسل حالته وهز الخناشي وخرج شد الطريق. والشيبانيه كتغسل في الدم وهو وصل لواحد الخلا وهو يدفن خونا ورجع في حاله. ولكن الشيبانيه كاعيه عليه حيت قتل. وواحد الليله هز ليسونس من الموتور ديال المسلسع ومشى ضرب الطريق عاوتاني لواحد الخلا وشعل العافيه في العظومه اللي شاطو ديال الميخي باش يغبر الاثار. الغد رجع لبلاصه العافيه، هز داكشي اللي شاط وداه لعند مول الطاحونه دار فيها باغي القمح وصدرو يصرف ولاح داكشي يتطحن ورجع ريح. خونا مول الطاحونه رجع ما لقاش الصرف وهو يقول ليه صافي حتى الغدا ونرجع نتقدى، ومشى في حاله. والشيبانيه مازال كاعيه عليه. واحد الصباح مريح دخل عليه المسلسع مصايب الباسبور باغي يمشي للميريكان، وهما يدخلوا موراه البوليس. الضابط وبوليسي معاه شدوا المسلسع سولوه ما منو والو، صيفطوه بحاله وبقاو كيسولوا في الشيباني على ميخي حيت 3 ايام ما بان. الشيباني نكر وقال لهم كان عندي داك النهار ولكن عطيته كاع اش كيتسالني ومشى في حاله. والبوليسي اللي مع الضابط كيقلب لقى شي كتاب ديال الجرائم كيعجبو عند الشيباني وهو يقول ليه الضابط ماشي وقت هاد الشيء يا صاحبي، وكمل معاه التحقيق. ومرتو كتسمع وفيها الخلعه. واحد اللحظه عيطوا عليها ولكن ما طولوش معاها وخرجوا مشاو في حالهم. والغد عاوتاني الشيبانيه باقا قاطعه كلامه وهو يقول لها ما غتعاونينيش في هادشي والو، ما جاوباتوش. وهو ينوض ديريكت مشى لعند الكوميساريه. دخل ما لقاش الضابط، لقى غير البوليسي اللي كيكون معاه ولقاه خدام وشاقمه منغام. جلس وهو يجي ديريكت قال لي قتلت فلان بموس. والبوليسي مع منغم قال لي وقررتيه ودرتيه في خنشه وكذا وكذا. قال ليه نفس الاحداث ديال واحد القصه كاينه في الكتاب ديال الجرائم اللي شاف هذيك المره عنده في الدار، وكيصحاب الشيباني غطلقها عليه. وهو نيت الطريقه اللي دار الشيباني في الجريمه موخوده من نفس القصه اللي في نفس الكتاب اللي كيهضر عليه البوليسي. وهو يقول ليه نوض الشيباني سير في حالك، راه غتدبر عليها الا ما كانش في بالك، انت راه تهلوستي بالكتوبه ديال الجرائم. رجع لعند الشيبانيه للدار وقال لها قدمت راسي وما بغاوش يشدوني، ولكن قدمت راسي غير حيت كتشوفيني درت غلط، اما انا داكشي اللي درت هو الصح. وقال لها جلسي نقول لك. وبدا كيقول لها اشنو قال ليه الميخي قبل ما يقتلو، ولكن ما وضحش لها، دار فيها هو اللي كيقول لها في هاد الهضره مع وصل للجيبي ليا البنيه وهي تغوت ودارت فيه. وهو يقول لها بقى فيك الحال ياك، اي واحد غادي يبقى فيه الحال ملي يسمع هاد الهضره. وهذا الشيء علاش قتلت الميخي بلا ما نشعر، حيت هاد الشيء اللي قال وداك الشيء اللي درت هو اللي كان خاصو يدار. الشيبانيه وصلها الميساج وتفهمات الامر وحاولات تواسيه حيت عارفاه ماشي ديال هاد الشيء. ومن نهار الحادث رجع كيشرب ويكمي من بعد مده وهو قاطع. والضابط كيتحرك كيصوني ويعاود في النمره ديال ميخي باغي شي حاجه غابره ليه. واحد اللحظه قال ليه البوليسي اللي معاه باللي الشيباني جا وطلقها عليه وبدا كيهلوس حقا قتلت الميخي. الضابط سمعو وهو يضربو بمسمنه وقال ليه راه كان كيهضر بصح، علاش فلتيه؟ الغد استدعاه وحط ليه الاقوال اللي قال ديك النهار. والشيباني مع صافي رضات عليه الشيبانيه حيت هذا علاش قدم راسو
وهو ينكر وطلع للجبل وقطع الحبل، وهو يقول ليه واش سمعتيني قلت هاد الهضره بفمي، هذاك راه غا كان سكران وتخيل لي هادشي. البوليسي وهو يتاكد باللي الدمدم. الضابط وهو يتحلف عليه وصيفطو في حاله. خارج من الكوميساريه عيط ليه شي واحد قال ليه نتلاقاو، مشى لعندو وهو يديه لعند البوس ديال الميخي من بعد ما مات، وقال ليه راه دارك باعها الميخي للشاري وعندك 3 ايام باش تخرج منها، وما خلاش حتى يهضر وجرى عليه. رجع للدار عاود للشيبانيه اش قال ليه البوس، عيطوا لولدهم يعتقهم، قالوا ليه راه كيتسالنا 1,000,000 روبيه، وهو يقول لهم الكدار منين غنجيبها لكم وانا يلاه شريت فيلا حدا البحر هاد الايام ومزير بزاف، وهو راه الكريدي اللي حاصلين فيه مخسور عليه. الاب ما بقاش قادر يتالم وهو يقطع المكالمه والقلب كيتقطع، وناضوا عند اللي حاضي السيبر خلصوه حيت كيكريديو عنده، وقالوا ليه صافي غا سد الحساب ما بقيناش غنرجعوا حيت ماشي غنغسلوا يديهم، توضاو على ولده. والضابط كيتحرى على الشيباني، تلاقى مع واحد مول البيكالا كيوصل الشيباني ديما، كيسول فيه وهو يقول ليه باللي نهار الحادث وصلت الشيباني لشي بلاصه وكان هاز معاه شي خناشي غادي بيهم، وكنحس براسي بحال اللي مركب جوج د الناس، وفعلا حيت كان هاز الميخي مقرد في الخناشي. الضابط وهو يتاكد باللي هو مول الفعله. والغد الضابط تلاقى مع الشيباني سيفيل وقال ليه غادي نتعامل معاك سيفيل، جيب لي غير التليفون ديال الميخي ونعاونك، انا راه عارفك انت اللي قاتلو. الشيباني عاوتاني صمكها واصلا هو ما شايفش التليفون. البوليسي قال ليه ما بغيتيش تعاون، غدا نتلاقاو وغنتعامل معاك باللبسه، ومشى في حاله. الشيباني رجع للدار كيجري كيقلب على التليفون، والشيبانيه ما فاهمه والو. واحد اللحظه لقاه طايح في الجنب ديال الفوتوي، داه شارجاه شعلو، دخل يقلب وهو يلقى فيه شي فيديو شافو تصدم. رجع في حالو للدار، لقى البوس ديال الميخي كيلوح ليه في حوايجو في الزنقه، تعصب وهو يهرس ليهم الطوموبيل، سلخوه وشبعوا فيه عصا، والشيبانيه كتحاول تحامي، ومشاو وخلاوهم طايحين في الارض والجيران كلشي كيتفرج. مشى للسبيطار بالليل، وقف عليه الضابط كيوبخ فيه حيت ما بغاش يتعاون معاه، وهو يجبد ليه التليفون وقال ليه كيفاش قتل خونا وفين دفنو. ناض الضابط مشى في حالو للدار ودخل قلب التليفون، وهو يلقى الفيديو ديالو مع مرات خوه برلماني كيخونوه في شي اوتيل ملي كان هو مسافر، والعصابه ديال ميخي مصورينه صوت وصوره وكيهددوه بهذا الفيديو. هذا علاش مكتفينه وما كيقدرش يوقف لهم في طريقهم، وهذا علاش كان محروق على التليفون كيقلب عليه. ولكن الشيباني دار معاه المزيان، وهو تا هو تعامل مع الشيباني ومشى شد البوس ولصق ليه تهمه القتل غرقوا بها، والشيباني بقات ليه دارو وتبرأ من التهمه، وجمعوا حوايجهم هو والشيبانيه ودازوا لعند البنيه عايشه غير هي وباها على قد الحال، ساكنين في واحد الكراج باقي ما مبنيش. هذا علاش كانوا مهلين فيها، وقالوا لها باللي الدار اللي كانوا ساكنين فيها ملكك وعطاوها لها تعيش فيها هي وباها. ومشاو هما مساكن يهجروا حيت العصابه ما غيهنيوهمش، وولدهم في ميريكان الله يعطيه العذاب على هذا الفعيل. وهنا غادا تكون سالات القصه ديالنا ديال اليوم. كان معكم محمد الزاهي. لدعم المحتوى المرجو الاشتراك في القناه على اليوتيوب ومتابعه الصفحات على فيسبوك وانستغرام. وكيف العاده الى عجبك البلان علاش لا شي جيم وكومونتير. نشوفوا